الشرك في بلاده. يعطيها فضيلة الشيخ مزمل بن عوض خليل، فليتفضل أثابه الله في إلقاء كلمته مشكورا مأجورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، الإخوة والآباء الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى ونهي منه جل وعلا، وهذا الأمر هو أعظم أمر أمر الله به عباده، ألا وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له. ومن أجل عبادة الله خلق الله الإنس والجن، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما نريد منهم من رزق وما نريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل عبادة الله وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به جل وعلا أرسل الله الرسل، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعبادة الله عز وجل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن الأعمال الظاهرة الدعاء والصلاة والحج والصدقة إلى غير ذلك.